مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين من داخل كواليس فيلم زمن كورونا، ويسعدنا ويشرفنا ان نلتقي اليوم بفنان وفنانه من الفنانات اللي هم يعتبروا ان هم من وسط الفن الجميل. معانا الفنانه الاستاذ ليلى حسن ومعانا الفنان محمد ابو علي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. النهارده بقى كلمينا عن الاجواء الجميله والكواليس الجميله عن الفيلم زمن الكورونا، صح كده؟ هو زمن الكورونا. ايوه صح؟ زمن الكورونا، وده من احب الافلام بالنسبه لي للمخرج المتالق طبعا اشرف شريف. وده يعني انا النهارده سعيده جدا اني بشتغل مع يعني قامه زيه ومع الفنان الجميل طبعا محمد ابو علي. طبعا محمد ابو علي طبعا احنا سعداء بينا نعمل مع حضرتك لقاء. طبعا فنان جميل، فنان مصري جميل، وياما ابدع من افلام ومسلسلات دراما مصريه كتير قوي. كلمنا عن الكواليس اللي عمل وحتى نقدر نقول مثلا دور حضرتك ايه في الفيلم. طيب طبعا انا بشكر المخرج اشرف شريف على اسناده للدور ليا، دور العمده، وده دور محوري في الفيلم، في فيلم زمن الكورونا. بعض الكواليس اللي احنا صورناها فعلا بالفعل ان احنا فعلا صورنا في مستشفى القصر العيني. تمام. وكانت ام عوضين اللي هي مرات العمده ففعلا الناس كلهم تعاطفوا معانا وصدقوا فعلا انها حامل. طبعا لان هي فعلا الاداء كان ان هي ماشيه بصعوبه ومش قادره خالص، فالناس صدقوا. طبعا وانا اقول لها معلش يا معوضين واستحملي شويه، لدرجه ان الناس كلها كانوا عايزين يشيلوها معايا. تأليف مين وسيناريو؟ تأليف واخراج الاستاذ اشرف شريف. ده حد محترم وحد موهوب، وانا بتنبأ له ان الفتره اللي جايه باذن الله هيكون موجود على الساحه الفنيه. لان طبعا كل مجتهد النصيب. طبعا هو ما ينقصوش حاجه. ما الدكاتره هم اللي قالوا الكلام ده. اكشن. الصوره هو معدي. لا حول ولا قوه الا بالله. مفيش كورونا خلاص. شكرا.